السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنحل السؤال السادس من سلسلة بانداز. طيب السؤال بعنوان ايه؟ بعنوان calculate special bonus. الكولومز اللي عندي employee ID ونيم وسالري. طيب يا ترى السؤال عايز ايه؟ بيقول لي هنا write a solution to calculate the bonus of each employee. يعني ايه؟ عايزني احسب البونص لكل ايه؟ لكل employee. طب البونص هيجي ازاي؟ والله بيقول لي the bonus of an employee is 100% of their salary if the ID of the employee is an odd number. يعني لو انت الاي دي بتاعك هو odd number فانت تاخد 100% بونص من السالري بتاعك. طيب ايه كمان؟ يعني odd بس؟ لا، ده في كمان شرط تاني بيقول لك and the employee's name doesn't start with the character M. ماشي. آه اول حرف من اسمك ما ينفعش يبدأ ب M. لو ما بدأش بام والاي دي بتاعك هو اود نمبر فمبروك عليك 100% بونص. غير كده فانت سوري هتاخد زيرو. اوكي. الريزلت طبعا ايه؟ ان اوردرد باي ايه؟ اي دي. اوكي. طيب تعالى كده نبص على الاكزامبل اللي معانا. اول رو هو even، سوري فمش هنكمل. هنا اود ولكن حرف بدأ بحرف الام فانت سوري برضو هتاخد زيرو. هنا اود وما مش ام فبدأ ياخد الايه 100% بونص. هنا ايفن فمش هنكمل. هنا اود واول حرف من اسمه كي فبالتالي خد ال 100% بونص. طيب حاجة زي كده ممكن نفكر فيها ازاي؟ يعني ممكن توقف الفيديو وتفكر كده مع نفسك ازاي تحل السؤال ده. فخلينا كده نفكر سوا. مم. احنا يعني ماشي. هو انا كده في الاوتبوت طلع لي الايه الاي دي وبونص. كولوم اسمه بونص بدأ يحط فيه الايه القيم بناء على التو كونديشن اللي احنا قلناها. طيب آم، م- طب احنا ليه ما نبدأش مثلا نضيف كولومز في الداتا فريم بتاعنا ونسميه بونص. طيب خلينا نعمل كده. اوكي ممكن مثلا ايه؟ نقول الامبلويز وهنضيف كولومز جديد هنسميه بونص. وانيشال كده في البدايه هنسويهم بالزيرو. طيب انا عايز اقول له في لو ان الشرطين دول اتحققوا ابدا ريبليس القيمه مكانة الزيرو حطها لي قيمه السالري. يعني الاندكس اللي اتحقق فيه الشرطين دولت زي مثلا دي اللي اتحقق فيهم الشرطين خلاص بدل ما كان هيبقى زيرو حط لي قيمه السالري بتاعها. حاجه كده ممكن نعملها ازاي؟ آه ماشي. احنا ممكن نستخدم ايه؟ الايه اللوك. يعني ايه؟ يعني بصوا لو قلنا كده لوك. ايه هو اللوك ده؟ اللي هو انا خلاص بقول له الاندكس الفلاني اللي هيتحقق فيه الشرط اللي احنا هنكتبه دلوقتي ده. ايه الشرط ده؟ اللي هم الشرطين اللي لسه قايلينهم. اني لو ان الاي دي بتاعي اود ف وي اول حرف من اسمه مش ام فبالتالي هو ده الشرط اللي انا عايزهم. طيب فانا اقول له الامبلويز اوف الايه الامبلوي اوف الاي دي. عايز اقول له اللي هو ايه؟ اود. فبالتالي اقول له ازاي؟ خلاص مدرس الاثنين والله لو هو مش بيساوي زيرو فانت كده ايه؟ فانت كده اود نمبر. طيب ايه تاني؟ آه النيم. ماله النيم؟ الامبلويز اوف الايه اوف النيم. تمام. طيب ده string واحنا قلنا المره اللي فاتت عشان دي نعمل معامله السترنج فبنستخدم الميثود str. عايز اقول له اول حرف ام فدي اقولها له ازاي؟ ممكن مثلا نستخدم الايه الستارتس with الستارتس with ونديله الكاركتر اللي احنا عايزينه. طيب بالمنظر ده انا كده قلت له ايه؟ انا قلت له انا عايز ان الاي دي يكون odd وبيبدا بام. انا مش عايزه كده، انا عايزه مش بيبدا بام. فقلنا من فيديو من الفيديوهات ان كلمه مش دي او اللي هو النوت يعني فبنستخدم الدلتا دي. دي معناها اللي هو نوت. بعد كده شرطين تمام. ان هو اول شرط هو الاي دي عندي لازم يكون odd number ومش بيبدا ب m. وابدا ارصيله الايه الكولومز اللي انا واقف
عليه او اللي انا عايز اخليه يبص عليه يعني. ايه ده؟ تمام. آم، حلو، انا كده اديت له الشرطين واديت له الكولومز. هبدأ بقى لو الكونديشن دول اتحققوا فهيبدأ ايه ياخد لي من الايه السالري. مظبوط. تمام. جميل. حلو قوي. طيب. ماشي. انا كده اصبح معايا الجدول بتاع البونص جاهز، فانا ايه اقدر اريتيرن بقى. بس هريتيرن ايه بقى؟ هريتيرن الامبلوي اي دي وهريتيرن البونص. جميل. ما ننساش طبعا احنا كنا محتاجين نسورت values. سوري. طيب باي مين بقى؟ باي الايه الامبلوي اي دي. جميل. تعالى كده نصب نرن الاول. اوكي accepted. submit. accept. طيب تاني كده احنا عملنا ايه؟ اول حاجة initial في البداية بدأنا نعمل كولومز جديد كل القيم فيها شايلة زيرو. بعد كده بدأنا نماسك كده باللوك ونبدأ نشوف الاندكسات اللي بدأ يتحقق فيها التو كونديشنز. الكونديشن الاولاني ان الاي دي اود نمبر، والكونديشن التاني هو مش بيبدأ بام. لو والله لو الشرطين دول اتحققوا يبقى خلاص يساوي لي بقيمة الايه السالري اللي فيها على حسب الاندكس اللي هو واقف عليه. خلصنا الحوار ده فخلاص الجدول البونص بدأ يكون جاهز. أبدأ ريتيرن الامبلوي والبونص وبدأت أصورت بالامبلوي اي دي. بس هو سؤال بسيط جدا وسهل. شكرا واشوفكم في السؤال الجاي. مع السلامة.